بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا عليه يا حضار. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم، وإن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. وصفتنا لنهار اليوم هي الطعام أو الكسكس، كل منطقة واش يسموه. كسكس هذايا في منطقة القبائل يسموه، يقولوا له كسكس افورو، ولا عنده بزاف تسميات. انا هذا واش حفظت غير افورو. وحنا في الوسط نقولوا له طعام بالخضره مفوره، يعني باللبن. نديروه بالجمعه، يعني نبدلو مره على مره فول وجلبانه مسفوف، مره على مره هكا افورو. كي يكون في وقت العنب يعني حنا يعني نتفننوا في الكسكس، يعني كل منطقه وتتفنن في الكسكس. كاين بالزبيب، كاين. نبداو بسم الله على بركة الله في الوصفة. هنا عندي الخضرة. عندي 2 حبات قرعة، 2 حبات زرودية، 2 حبات بطاطا، 2 حبات اللفت، عندي شوية تاع لوبيا ماشطو، عندي شوية تاع جلبانة. يعني لازم له كمية تاع خضرة، هو قد ما ديروا له خضرة قد ما يجي شباب. غسلتهم نقيتهم شللتهم، طبيعة الحال لازم نقوهم ونشلوهم ونقطعوهم ونديروهم في كسكسي فورو. نديروا لهم الملح، يعني الكميه الكافيه تاع الملح على حسب الخضره يعني. ولا كنتو نتوما ماشي عائله كبيره ودرتو حبه حبه خضره، يعني ديروا مغرفه صغيره تاع ملح، يعني كل عائله وعلى حسب الافراد تاعها. يعني نملحو مليح، لازم نملحو. ما يمكن نديرو فول وجلبانه نملح مليح انايا باش يطيبوا مالحين. هو الخضره كطيب مالحه تجي بنينه في الطعام. نديرهم يفورو. هنا غطيتهم ودرتهم يفورو في كسكاس وحدهم. وهنا جبت الطعام، هنا عندي كيلو تاع طعام، وهنا قدره تاع القدره والكسكاس راهم يفورو الكبار باش نفور طعام. شوفوا انا الطعام تاعي كيفاش نديرو. نعومو بالماء، شوفوا غير بصبعتيا كيما وريت لكم بصبعتيا، دوروا 2 دورات 3 باش نتاكدوا بلي الطعام كامل شرب وكامل تشمخ. ومن بعد نصفي له هذاك الماء تاعو. انا ما ندمو لا بالزيت لا والو مع الاول. هذه هي الطريقه تاعي من بكري، من اللي بديت ندير في الطعام. هذه هي الطريقه تاعي. نصفيه مليح من هذاك الماء تاعو، ومن بعد نخليه واحد 5 دقائق برك، نعاود نولي ليه. شوفوا نصيبو يشرب كامل الماء. يعني ولا خفتو يعني بقى فيه بزاف الماء وخفتو، فرغوه في كسكاس، خلوه في كسكاس واحد 2 دقائق 3، عاودوا رجعوه في الجبنه. حلحلوه وخلوه يزيد يتشرب شويه باش تعاودوا تحلحلوه مليح. هاكا شوفوا كيفاش تشرب لي كامل. ولا احسن انا هاكا نديرو، نقطرو نصفيه شويه من الماء ونخليه، نغطيه ونخليه، نعاود نولي ليه بعد 5 دقايق. نصايبو ماشي اكثر من 5 دقايق، ما تخلوش يبطى. ومن بعد كي تولوا تصايبو خبزه واحده، ماشي معناتها خبزه واحده معناتها عجين، لا لا، هو في هذه المرحله ما يتعجنش. هو كي يفور باش يتعجن، كي يفور الا ما عرفتيلوش بعد اللي يفور تما كي يقدر يتعجن لك. بصح تمتم هكايا تصايبيها ولا خبزه تقدري تحلحليه، بصح تعذبي معاه، تبطاي معاه وانت تحلحلي فيه ويتحلحل، ماشي راح يبقى لك ماشي راح يتعجن. شوفوا كيفاش وليت ليه سطر لها الله تزرباع كل حبه وحدها. فتحته هكايا مليح بيدي، فتحته وخليته زاد هكا للهواء شويه، خليته واحد 5 دقائق اخرين للهواء هكا بلا ما نغطوه. لو طون لي فور الماء تاعي، نجيب الكسكاس ندير فيه الطعام ونديرو يفور واحد 20 دقيقة 25 دقيقة حتى نص ساعة، يعني خلوه يفور مليح. ماشي تفيرة الأولى تروحو تنحو. أنا بزاف شفتهم غير يبدا يخرج في الفوار ينحوه، على بها يجي يابس مازال كامل ما فارش، راهو خرج له الفوار برك مازال باش يبدا يطيب. خليه يفور مليح. شوفوا كي يبدا يخرج له الفوار خلوه واحد 20 دقيقة ولا نص ساعة واحدة أخرى. قد ما يفور الطعام قد ما يجي يزلق، ويجي شباب، ما يجيش يابس. هنايا شوفوا درت له مغرف كبيره تاع الملح، مغرفه معمره مليحه تاع ملح، ما تخافوش من الملح، يعني مغرف كبيره تاع ملح في الكيلو طعام. ومن بعد فرغت عليه واحد هذاك الطاس تاعي رفد اكثر من ريتله، واحد ريتله ونص حتى 2 ريتله تاع ما. فرغوا كامل عليه، خلوه يسيل في الجفنه. ومن بعد عاودوا ديروا فيه ليان حاجه واحده اخرى، وزيدوا هذاك الماء اللي حبط منه، خاطر هذاك الماء راهو مالح. زيدوا فرغوه عليه تانيك من الفوق باش يتشرب مليح الطعام الملح، باش ما يجيش ديجا خاطر ماناش مملحينه، باش ما يجيش الطعام صامت. زيدوا فرغوا عليه الملح هذاك الماء اللي طاح منه كامل من الفوق كيما شفتوني. ومن بعد بعد اللي عاودت رجعت له هذاك الماء كامل من الفوقه، فرغته في وقطرته منه هكايا، رفدته في يدي نقطر فيه من الكسكاس. ومن بعد فرغته قباله في الجفنه. وهنا ما نمسوهش كامل، كي راهو هكا سخون. وكان تبقاي تخربي فيه كيما راني نوريكم هنايا، ما تبقاوش ديروا له هكا بالمغرف، لا لا. ولو كان انا هنا نفتح فيه برك، ولو كان تبقاي غير تخلطي فيه راح يولي خبزه واحده، راح يتعجن لك. هنايا فتحيه برك، حلحليه كيما كان هكاك على شكل الكسكاس، فتحيه هكايا بالمغرف وخليه للهواء.
واحد خليه واحد 10 دقايق، ربع ساعة، 20 دقيقة، خليه يبرد باش نعاودو نولو ليه نهدموه. وانا نوريكم في الخضرة كيفاش راهي تفور. رفدتها استهمزت شوية، عاود غطيتها، يعني تفور تمتم، ما تبقاش بزاف الخضرة، سورتو كي تقطعيها هكا مربعات صغار. الطعام عاودت وليت ليه، وها هو شوفوا كيفاش راني نفتح فيه. دوك هنا هنا هذه المرحلة اللي نديروا له الزيت. يعني المره الاولى جام يديروا له زيت، انا شفتهم بزاف اللي يديروا له زيت، مع كل احترامي، يعني نحترمهم كل وحده وكيفاش تعودت ديروا، كل وحده واش تحب. بصح انا نعطيكم في الطريقه تاعي، وهي تعطيكم في الطريقه، والاخرى تعطيكم في الطريقه تاعها، كل وحده تعطيكم الطريقه تاعها، وانتم احرار خيروا اللي سيتوها وخرجت عليكم. هذيك هي، انا هذه هي الطريقه تاعي. حنايا العائله تاعنا معروفه بالطعام، الام تاعي وخالتي الله يرحمهم كانوا يفتلوا الطعام وكامل. هذه هي الطريقه تاعنا في الطعام، الجامي مع الاول اللي يدموا الطعام. ديجا الطعام الا فتي دمتيه المره الاولى كي يكون يابس، ومن بعد ديري له شغل عازل، الحبه تاع الطعام تتغلف بالزيت، ومن بعد ما تتشرب، بصح ما تتشربش مليح الماء، راح تجي طعام ومن بعد يجي يابس. قد ما تفوريه يبقى يابس، ما يجيش طري ويزلق. هذه هي الطريقه تاعي انا. يا شوفوا كيفاش نبدا نديرلو في الطعام عفوا نبدا نديرلو في الزيت بشويه ونفتح فيه بشويه ونفتح فيه. شوفوا نربد اللي راهو من تحت، نفتحو كاش حبيبات هكايا تكورو شويه هكا، نفتحهم بيدي كيما راكم تشوفوا من الزر جاي على حبه. هنا يدير لكم الزيت حوالي نص كاس تاع زيت هكاك، يعني الكاس تاعي صغير، ماشي كاس هذاك تاع 250، هذا الكاس تاع 150، كاس صغير شويه كبير على تاع لاتاي هكا. شوفوا كيفاش راني نفتح فيه. هذه المرحله حبيت نديرها كامل باش نوري للمبتدئات، دائما حنا نورو للمبتدئات، البنات الصغارات العرايس، نورو لهم كيفاش يديروا الطعام. يعني كاين بزاف اللي يخافوا منه، دير كلش بصح كي تلحق للطعام تخاف منه، تخافي تعجن لها. والله ما تخافي حنونتي، شوفي ديري غير كيما راني الطريقه تاعي هذه. انا بنتي صغيره دير الطعام، يعني كي نكون غايبه انا من الدار بالجمعه هي اللي دير لباباها وخاوتها الطعام. يعني الطريقه تاعي ناجحه مليون في المية. شوفوا انا كنت غطيته وخليته هنا واحد نص ساعه حتى برد مليح، عاودت وليت ليه شوفوا كيفاش صبتو ناشف، يعني شرب مليح هذاك الماء تاعو، تغلف مليح بالزيت كي عاود يدمتو. وشوفوا كيفاه راني حنفورو للمره الثانيه. انا الطعام نفورو 2 مرات، كاين يفورو 3 مرات، كل واحد كيفاش. نفورو 2 مرات. انا شوفوا راني فورتو قسمتو على 2 خاطر ما ديروش كيلو كامل في كاس واحد، مش راح يطيب يفور لكم مليح، قسموها على 2. انا هاني درت النص الاول وفار فرغته في الجبنه، النص الثاني راني زدت فرغته في الكسكاس ودرتو يفور. انا هنا نغطيه نخليه حتى يفور الاخر باش ندمو على جهه هكا. وزدت فار الكسكاس الثاني، زاد فار، زدت فرغته عليه. ندير الزبده ولا السمن، انا ولادي ما يحبوش طعام بالسمن، يعني خطرات نشري سمن ونخبي بالتخبيه ونيدمو بالتخبيه هكاك يفيقولوا والله ما يحبوا ياكلوه. خطرات درتو والله ما حبوا ياكلوه كامل، جات فيه ريحه السمن، مع اني انا نحب طعام بالسمن نموت عليه. نديرو غير بالزبده على جالهم، يعني كل واحد يدير واش يحب. هكا درت مغرفه كبيره تاع زبده، وشوفوا كيفاش راني نرفد من التحت ونواسي من الفوق. ما قدرتش، سييت باش كنت راح ندخل يدي ما قدرتش لا غالب. هكا غير بمغرف تكون شويه عريضه. ما تخافوش يتعجن في هذه المرحله، هنا ما يتعجنش. هنا خلطوا على روحكم، هنا ما يتعجن لكم في المرحله الاولى اللي تفوروه. كيما تفوروه وتعاودوا ديروا له الملح والماء وتقلبوه، كون تخربوه فيه تماك يتعجن. هنا خلاص راه طايب، خدش عليه، راه فارنا خلاص، فارنا مليح ورانا يدمناه بالزيت المره الاولى صافي. راهي الحبه الله الله مزربعه. هنا راني نقص شويه، عندي في الدار اللي ما ياكلوش الطعام بالخضره ولا بالفول والجلبانه ولا بالعنب ولا باي حاجه، ياكلوا الطعام بالزبيب ولا وحده، يحبوا بالزبيب ولا وحده. نقص لهم دائما شويه ليهم، وحنايا نديرو. والباقي اللي يبقى لي درت له هذاك الخضره اللي كانت فارت. شوفوا كيفاش طابت، والله غير طابت ذوب في الفم. هذيك الخضره ما كنتش وريت لكم هذاك المقطع، بعد اللي فرغتها من الكسكاس في الطبسي فرغت عليها واحد 2 مغارف تاع زيت زيتون، 2 مغارف درتهم غير من الفوق برك، ما خربتش كامل فيها، كانت سخونه تخلطوا فيها تتعجن ديك البطاطا وكامل. فرغوا لها غير شويه زيت زيتون، واحد المغرف ولا 2 برك، يعني هذه اختياريه ماشي لازمه. انا نحبها باش الخضره تشرب مليح ريحه الزيت وتجيني فيها ريحه زيت زيتون.
حتى أنا دركا نديرلو زيت زيتون، بصح نحب الخضرة ندير لها وحدها قبل ما نديرها في الطعام، قبل ما ندير الزيت زيتون تانيك في الطعام. نحب الخضرة تتنكه لي مليح بريحة الزيت زيتون. هاكا كي بعد لي فرختها في الطبسيل فرغت لها مغرف ولا زوج مغارف خيط رقيق هكايا من تاع الزيت زيتون أو زيت قبايل. شوفوا كيفاش يعني خلاص هنا كان يدم مليح، الله الله. وأنايا ما نحبش نيدم الطعام بزيت قبايل، يعني راكم عارفين الدراري ما يحبوش ياكلوا، كاين اللي يحبوا ياكلوا زيت زيتون، بصح أنا ولادي ما يحبوش ياكلوه، ندموا بالزبدة ومن بعد نديرلو زيت زيتون من الفوق باش يجي فيه ريحة الزيت زيتون وتجي ديك البنة تاع الزيت زيتون نشابة، بصح ما نيدموش كامل بالزيت زيتون، راح يجي قاصح بزاف. جبدت هذاك السيرفيس تاع الفخار اللي عندكم كامل في الدار وراكم مخبيينه، روحوا جبدوه دايما كي ديروا طعام ولا رشته ولا تشخشوخه جبدوا هذاك السيرفيس اللي راكم مخبيينه وديروا، ما تخبوش غير الضياف للضياف، لا لا كي نديروا حاجه هكايا نجبدوه نبريزونتيو لوليداتنا ولينا ولازواجنا، نديروهم حاجه شابه. نجبدوا هذاك السيرفيس ماشي غير نبقاو غير مخبيينه هاكا. وأنا كنت درت لها البيض، ما نحبش ندير لها البيض لداخل، كاين بزاف اللي يديروها بالبيض لداخل مع الخضرة يديروها البيض، أنا ما نحبش ندير لها البيض، نحب البيض نقسمو على زوج وكل واحد يدير النص تاعو. وشوفوا كيف أنا جبدت شوية زيت زيتون فرغتها في غراف وراني نفرغ هاكا نحب أنايا ما نيدمش به، يعني كاين اللي يدموا به مع احتراماتنا، يعني كل واحد يدير واش الحاجة اللي يحبها واللي يحبوها ولادو. وهذا هو أنا كنت درت لهم البن، عندي كل 4 ندير زوج شكاير تاع البن للجمعة نوجدوهم للجمعة. وهذا هو الكسكس أفورو، ولا والله ما على بالي إلا كانوا هنايا معنا أخوات قبايليات يقولوا لنا واش يقولوا له هو واش يسموه في المنطقة تاعهم. أنا اللي نعرفه يسموه أفورو، إحنا ما نقولوا لا أفورو لا والو، ما نكذبش عليكم إحنا في الوسط نقولوا له طعام بالخضرة مفورة. شوفوا كيفاش الله يبارك، يعني والله ما قدرتش نقاوم هنايا، ولادي كامل راهم واقفين عند راسي، هنا كانت الجمعة، وقت الجمعة باباهم راح للجامع، قلت لهم حتى يجي باباكم راني دايرة سبة بيه وأنا بالعاني باش غير يخلوني نصور. يعني والله من البنة تاعو من ريحته ما قدروش يقاوموا، وما مانع والله ما قدرت نقاوم، يعني يجي رائع بنين يعني من أروع ما يكون، نتمنى كامل تجربوه. وكاين بزاف اللي يديروه وما يديروش معاه اللوبيا ماشطون، هذه نقطة تاني مزيان تفكرتها، كاين اللي يديروه غير بقرعة وزرودية، يعني نقول لكم جربوه بلوبيا ماشطو تجي روعة قمة قمة في الروعة، والله غير يعني بنين بنين ما شاء الله على بلادنا، وما شاء الله على أطباق بلادنا، وما شاء الله على حراير بلادنا، يعني ما شاء الله عليهم. وهذا هو الطعام تاعي تاع نهار اليوم، نتمنى إن شاء الله يعجبكم، إلا عجبكم ما تنسونيش بالجيم فضلا وليس أمرا، وكومنتير شباب باش يشجعني، واللي ماهوش مشترك يدير لي اشتراك. والسلام عليكم إلى فيديو قادم إن شاء الله. سلام.